كما تقول الغنية محلاك يامي منورت لي الدار يامي. خرجنا للشارع وباش ندخلوا للمكتبة العمومية وباش نسألوا الناس على المناسبة هذه. ما يلا تابعوني. وبذكر اسمي بتاعتي والراحة. محلاك يا أمي نورت لي الدار يا أمي نورت لي الدار. كل مسك يا أمي ريحتك فواحة ولا تغيب عني صورتك مشوار يا أمي صورتك مشوار. وبذكر اسمي بتاعتي والراحة. ومحلاك يا أمي نورت لي الدار يا أمي نورت لي الدار. كل مسك يا أمي ريحتك فواحة لا تغيب عني صورتك مشوار يا أمي صورتك مشوار. وتذكر اسمي بتاعتي والراحة. تفكريني بدعواتك يا أمي متين وتفكريني بسلاتك يا أمي متين وتفكريني بدعواتك يا أمي متين وتفكريني بسلاتك يا أمي متين. وتعالي طول حياتك غير ترضى عليا يا أمي. يعني سلام مدام عارفيننا يا مرحبا. أنا أمينة المكتبة العمومية ببني خلاد. اليوم احنا نحتفي بعيد الأمهات من تنظيم اتحاد المرأة فرع بني خلاد ودار الشباب وبالشراكة مع نادي الأطفال وجمعية أحباء المكتبة والكتاب بني خلاد والجي سي. معناها هذا اليوم تبارك الله تظاهرة معناها احتضنتها المكتبة العمومية بني خلاد وهي في إطار مشترك معناها في إطار شراكات بين أطراف متعددة اللي ذكرتهم لك معناها منذ حين. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وان شاء الله يعني ديما السعاده على وجوهكم. عايشك ربي يحفظك. عايشك يا ماما ان شاء الله نشوفك على المرات. اعطينا كلمه على الام. ساقبة كل شيء ان شاء الله كل ام حيه بخير. نقدم تحية كبيرة لأمي سيدة كل النساء. نقدم تحية لروحي بصفتي أم ولكل أم في عائلتي. يعيشك يفضلكم ميماتكم الكل ويرحم كل أم توفيت. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. باختصار يعطيك الصحة وربي معك. يا علة كياني ورفيقة أحزاني يا رجائي في شدتي وعزائي في شقوتي يا لذتي في حياتي وراحتي في مماتي يا حافظة عهدي ومطية سهدي وهادية رشدي وهدية رشدي يا ضاحكة فوق مهدي وباكية فوق لحدي أمي وما أحلاك يا أمي. ربي يفضلها لك وإن شاء الله كل عام وأنتم حي. هذه أستاذ تعليم ابتدائي مدرسة بير دريس. بيك أكثر عايشك. شو نقول على الأم؟ الأم هي رمز العطاء هي رمز الحنان هي كل شيء. ورسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات. معناها يكفي معناها الأم هي كل شيء هي كل شيء معناها أي في رمز العطاء ورمز المحبة. من هذا المنبر ندعي ربي يعطي الصحة والعافية لكل أم
على الكرة الأرضية، وإن شاء الله محييم ألف خير بهذه المناسبة السعيدة، وشكرا. عايشك. 10,000 دينار يمكن النساء من تحسين ظروفهم سورتو المرأة الحرفية. عسلامة، مرحبا. أنا خيرة، عندي حلويات الخير، باهي نعمل حاجات زبنية كيما البسيسة، الزرير، المقروض، ونعمل زيادة الحاجات معناتها متاعنا، معناها كيما لي سابلي بيرسوناليزي، كيما لي جاتو. اما اكثر حاجه نعملها معناتها عجبتني مشيت فيها وخدمتها اليوم، على خاطر احنا ديجا نحتفلوا بشهر التراث، ونحتفلوا معناتها بعيد الامهات. فهمت، حبيت نعرف منتوجي، عملت بسيسه ريفيزيتي اللي هي عندنا بسيسه الشوكولاته هذيا معموله بالشوكولا، وعندنا بسيسة الذرة، وعندنا بسيسة الفاكهة هذه باهي. الباز نتاعها معناها الكل منفعة، واللي ياكل بسيسة يقول حاجة معناتها صحية، وبدينا معمولة بزيت زيتونة، حاجة باهية باهي تغذي صغير واحنا بالطبيعة نحبوا معناتها صغارنا يكونوا بصحة وياكلوا حاجة جيري باهي. شنو تحب نحكي لك اخر؟ كهو ربي يعينك ويعطيك بتتمنى. عايشك، ربي يجيب لك القاسم. ميرسي. عايشك. عليا دوم يمي متي وتفكريني بدعواتك يمي متي، وتفكريني بسلاتك يمي متي، وتفكريني